مساء الفل ومساء الحلويات، معاكم قناة أكلة وقصة. والنهاردة هنعمل مع بعض أحلى آيس كريم بالمانجا بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات مفيش أبسط من كده، مكونين اتنين بس. هنعمل شوية الآيس كريم القمر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الجمال والطعامة متماسك وحلو زي آيس كريم الشركات اللي بنجيبه من بره، ومش هتدفعي أي مبلغ. هتعملي كمية بطريقة بسيطة وسهلة، مكونين اتنين بس. المطة جميلة جدا يا جماعة، حلو قوي. حطيه في بولات كده وقدميه لاولادك في الحر ده، قدميه لجوزك، واستمتعي باحلى ايس كريم بالمانجا بفواكه طبيعيه، مفيش فيها اي مواد حافظه، مفيش فيها بيض، مفيش فيها كريمه لباني، مفيش فيها حليب مكثف. حاجه كده سهله وبسيطه جدا، هتخشي 10 دقايق في المطبخ تعملي احلى ايس كريم تدوقيه في حياتك. يلا بينا نبطل رغي بقى ونشوف الايس كريم القمر ده عملناه ازاي. اول حاجه معايا هنا كوبايتين من عصير المانجا. مهم قوي ان عصير المانجا يكون ساقع عشان احنا عايزين الايس كريم يتمسك معانا بسرعه. معايا بقى كيس من كريم شانتيه، كيس كريم شانتيه حوالي 45 جرام. اي كيس كريم شانتيه بتجيبوه من اي سوبر ماركت، اي نوع انت بتحبيه هتحطيه على الكوبايتين بتوع عصير المانجا اللي احنا عصرناهم، ويكونوا ساقعين جدا. ونبدأ نضربهم بالمضرب الكهربائي. عندكيش مضرب كهربائي اضربيهم بالمضرب اليدوي، طبعا مفيش اسهل من كده. شايفين مكونين مفيش اسهل من كده، حاجه كده بسيطه وسهله. لو عندك الفاكهه طعمها حلو وجميل ممكن تستغني عن الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي. انا حطيت معلقه من عسل الجلوكوز. لو انت مستوعبه السكر بتاع الفاكهه تستغني عن المعلقه دي، مفيش اي مشكله خالص. طب انا ما عنديش عسل جلوكوز والفاكهه بتاعتي سكرها مش حلو، يعني ايه سكرها قليل شويه صغيرين، هتعملي ايه؟ هتستبدليه بمعلقه كبيره من الشربات التقيل. وده بديل العسل الجلوكوز، هيديكي المطه الحلوه وهيديكي السكر الحلو. وبس كده، زي ما انتم شايفين انا ضربته مع بعضه، ادانا قوام كده ومطه حلوه قوي، والكريمه بدات تعمل فوم معايا. الخطوه بقى اللي انا بعملها دلوقتي دي بديل لمكنه الايس كريم. هتجيبي بوله اكبر شويه صغيرين، وهتحطي فيها مكعبات من التلج، وهتبداي تضربي في الخليط ده شويه كمان لحد ما القوام بتاعه يبقى زي ما انت شايفه كده تقيل جدا. قوامه يبقى تقيل ومتماسك. هو ده القوام الحلو للايس كريم اللي هيديكي شايفينه هو متماسك من قبل ما يخش حتى في الفريزر. هتبداي تجيبي علبه حلوه كده ونضيفها من عندك، وهتبداي تفضي الخليط بتاعنا. بس كده بس كده، زي ما بقولك كده مفيش اسهل من كده. اسهل واسرع ايس كريم ممكن تدقيه، والطعم خطير خطير خطير. هتقفلي العلبه بتاعتك وتدخليها الفريزر بتاعك مش اقل من 8 ساعات. لو عندك ديب فريزر ممكن 4 ساعات او 5 ساعات، هتلاقيه متماسك وجميل جدا. وده شكله بعد ما احنا طلعناه بعد 8 ساعات او ليله كامله، هيبقى افضل بكتير. فوله حلوه متماسكه جميلة جدا، ومطتها حلوة، وكمان الطعم حلو وخطير. ومكوناتها مفيش اسهل من كده، يا دوبك عصير مانجا وكيس كريم شانتيه، وهتعملي احلى ايس كريم لاولادك. ده كان فيديو النهارده، فيديو ايس كريم المانجا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اتمنى اشوف ارائكم وتعليقاتكم وتطبيقاتكم تحت في الكومنتات، اكتبولي وابعتولي الصور بتاعتكم. ولو عايزين حاجة معينة اعملها لكم اكتبولي تحت في التعليقات، انا بقراها كلها وهعمل لكم اللي انتوا عايزينه. شكرا لكم على المشاهدة، اتمنى لكم مشاهدة سعيدة، وباي باي.